والشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما، لا تنقضي أنت يا مساء الخيرات والهنا والسعادة عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا رؤية مصرية عايشة في تركيا. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير تحفة تحفة، هشة بعجينة قطنية جدا وهشة جدا وناجحة جدا وتحفة، وتنفع لكل انواع المعجنات. هتعملي بيها اي حاجة اي شكل هتطلع معاكي ناجحة من اول مرة. اول حاجة جبت 5 كوبايات دقيق، وحطيت عليهم 3 معالق سكر، وحطيت عليهم ظرف كامل خميرة، وكمان ظرف بيكنج باودر. ودلوقتي هحط 5 معالق زبادي، اللي دي المعلقه المعياريه الكبيره اللي معايا. انت ممكن تحطي عادي بالمعلقه العاديه بتاعه الاكل، ومش عندك المعلقه المعياريه هتحطي 5 معالق زبادي. وهتحطي 5 معالق حليب. لو انت حابه الحليب تعجنيه بحليب بس، ممكن كمان تعجنيها بلبن بس انا بحب ايه بقى، العجينه يبقى فيها كل حاجه، فاهمين؟ اللي هي تبقى برضو عجينه بس في نفس الوقت مغذيه ومفيده جدا عشان ولادنا يعني. وحطيت كمان عليها بيضايه، وحطيت على البيضايه شايفين فانيليا، عشان ايه محدش يقول لي ممكن البيضه تعمل ريحه يعني في العجين وكده. لا خالص، لما هتحطوا الفانيليا مش هتشموا خالص. وكمان هنحط دلوقتي ربع معلقه خل، مش هتشموا خالص ريحه البيض، بالعكس هتدي عارفين قوام للعجينه كده تحفه وقيمه غذائيه رهيبه. دلوقتي حطيت اهو الخل. العجينه دي يا بنات مش عايزه اقول لكم يعني ممتازه ممتازه، جربوها وعلى ضمانتي. هحط دلوقتي كمان عليها 5 معالق زيت، بس انا احتجت حبه زيت كمان. ماشي، انا بعمل لكم دلوقتي بالمعالق علشان ايه تبقوا بتعملوا الحاجه بالظبط، فاهمين؟ علشان احنا معظمنا دلوقتي غالبا عندنا المعالق المعياريه دي، ما عندناش المعالق المعياريه. اعملوا بمعلقه الاكل اللي هي الاكل بتاعتنا العاديه. بس دلوقتي هبدا انزل بالميه الدافيه. انا هقول لكم ليه دلوقتي انا هنزل بالميه الدافيه، كان ممكن اعجنها بالحليب، بس انا كنت مطلعه. بس انا طلعت الحاجه من التلاجة ليه؟ عشان هم قرروا في لحظه ان هم عايزين المعجنات دي في البيت. جولي وخديجه ومحمد قالوا لي ان هم لا عايزين ياكلوا معجنات كده، فاللي هو قومي دلوقتي اعملي لنا. فطبعا حاضر ونعم وكل حاجه. بس وبعدين عجنتها شويه حوالي 10 دقايق، وبعدين غطيتها بقى بالمفرش السيليكون، وهسيبها بقى مع نفسها ترتاح ساعه كده. خلاص كده كده انتوا هتجهزوها ايه بقى قبل السحور. ماشي. بس من بعد الفطار كده بشويه تبداي بقى تعملي فيها واحده واحده كده ومش عارف ايه، وتسيبيها وتعمليها وتسيبيها ترتاح، وبعدين ايه تتسحروا بيها بالف هنا. بس وبعدين دلوقتي حطيت ايه، هعمل صوص بيتزا، لان انا عايزه اعمل لهم برضو منها بيتزا، علشان طبعا جوري كانت طالبه بيتزا الامهات، هي مسميها كده، معلش يا جماعه ماما قومي اعملي لي البيتزا الامهات. فالمهم دلوقتي حطيت زيت وحطيت توم. اول ما اخد يعني ما يلحقش ياخد لون، نزلت عليه بالصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض مفرزينها، شايفين الحاجات بتسهل عليا ازاي. وحطيت عليها زعتر، وحطيت عليها ملح، وحطيت دلوقتي مرقيه. لو انتم مش حابين في فقره المرقيه دي اعملوها سكيب عادي خالص، بس انا بحب يبقى ليها طعم كده. دلوقتي عدى ساعه على العجين، هنفرد بقى المفرش بتاعنا القمر، شايفين اللهم بارك اختمرت ازاي. دلوقتي جهزت الحاجات قدامي، الصلصه وجهزت السجق، انتوا بتحشوها الحشوات اللي انتوا حابينها. ده سجق عادي كده، والتاني سجق معمول يعني عاملينه بصوص كده معين، هبقى ممكن اشاركه معاكم بعد كده لو حابين. بعمل جنبه مكرونه بيبقى فظيع. بس بعدين خلاص انا بقى هقطع العجينه. شايفين اخدت منها 3 وعملتهم بالطول، لان احنا هنعمل شكل الطول اللي انتوا شفتوه في الاول ده، بيتقدم هنا في المطاعم التركيه. بيضه برضو، بس بتبقى محشيه كده جبن، بتبقى رهيبه رهيبه رهيبه. بس وبعدين دلوقتي انا هعمل معاكم خليه نحل، بس عايزه اقول لكم يا بنات بشكل الهلال. انا كان نفسي اجربها معاكم والله من اول رمضان، اعمل معاكم خليه النحل بشكل الهلال. شكلها اولا تحفه، تحفه. انت شفته في اول الفيديو غالبا، انا مش محتاجه اتكلم كتير يعني. شكلها حلو قوي، وبصوا بترك بسيط قوي كده هتطلعوا شكل تحفه، تحطوه على السفره يا خرابي. انتوا بقى تخيلوا لو عازمين ضيوف بقى، ماشي، وعملتوها بجد. انتوا عملتوا حاجه بسيطه قوي يعني، بتركه زي ما انتوا شايفين كده بسيطه، عملتوا حاجه شكلها خطير خطير. بس المهم ان انا حشيتها جبنه كريمي، واحده عملتها جبنه كاشور اللي هي شبه الجبنه الموتزاريلا، والتاني عملته كله جبنه كريمي. عشان هتشوفوا انا عملتها جبنه كريمي ليه يعني، عشان هنطلع من نفس العجينه حلو وحادق. ماشي. بس وبعدين هنا طبعا استعنت بمحمد ان هو يفرد لي العجينه اللي هو الشكل الطويل ده.
معلش احنا هم الوقت اللي طالبين الحاجه صح ولا غلط، يبقى لازم كلهم يساعدوني. يعني انا دلوقتي اقف واعمل وهما كده يبقوا قاعدين؟ لا معلش، لازم كلنا يبقى عندنا مشاركه مشاركه في المطبخ. بس المهم يعني فردناها بالطريقه زي ما انتم شايفين كده بالطول. وبعدين حطيت بقى عليها صلصه البيتزا، خرمتها الاول وحطيت عليها صلصه البيتزا، وبعدين حطيت عليها سجق ماشي، وبعدين حطيت عليها كمان زيتون، وبعدين بقى الجبنه. بس الجبنه بقى كتروا في الجبنه. انا مش عارفه ازاي نسيت، المفروض ان انا بحط جبنه من تحت كمان عشان يمسك الحشوه، بس انا عشان كمان هقفلها المره دي من الجناب، فاهمين؟ بس كتروا بقى في الجبنه. انا عايزاكم ما تستخسروش، احنا الحاجات البيتزا اللي احنا بنشتريها من بره بتبقى ليه طعمها حلو؟ عشان بتبقى مليانه جبنه، والجبنه يكون خامتها كويسه يعني نوعها كويس. بس شايفين كتروا جبنه بقى على قد اللي هو غرقوها كده جبنه. ودي انا زي ما انتوا شفتوا كده، انا حطيت على طول بقى على الصلصه، عملتها بنفس الطريقه بس حطيت على الصلصه المره دي هعملها ميكس جبن بقى. حطيت جبنه كشار، وحطيت جبنه اللي هي اسكي كشار اللي هي شبه الجبنه الرومي كده، وحطيت اللي هي الجبنه اللي اسمها ايه دي اللي من غير طعم دي، شويه جبنه كريمي بس. وبعدين برضو بقفلها بالطريقه القمر دي، شكل كده عارفين المركب كده، فاهمين شكل المركب؟ بصوا شكلهم اللهم بارك حلو قوي. بس ودول طلعوا طويله قوي فقسمتهم على 2، وبرضو عملت واحده حشوه السجق اللي هي المطبوخه دي، وواحده حطيت فيها طماطم وفلفل وزيتون، عارفين اللي هي الحشوه دي. انا عملت لكل واحد حسب ما هو عايز. انت كمان ممكن تحشيها بقى لحمه مفرومه، ممكن تحشيها تونه، ممكن تحشيها فاهمين زي ما انتوا حابين، فراخ معموله كده على الطاسه يعني. بصوا يعني ابدعوا في الحشوات، بتبقى فعلا تحفه. وعملتوا شكل جديد قوي قوي، قدمتوه على السفره كده او قدمتوه لهم في السحور بقى، ابهرتيهم. تخيلوا ناموا وصحي وشافوكي عامله الحاجات دي، يعني بجد يقولك واو يا مامي. بس هنا بقى انتوا عارفين ان انا بحب دي خليه النحل خلاص خلصت، وسبتها كمان خمرت شويه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تضاعفت ازاي حجمها. انتوا عارفين ان انا بحب ادهن الوش بالزبادي، دي اكتر حاجه انا بحبها. وحطيت عليها بس من فوق كده رشه سمسم، شايفين ماذا اقول لهذا الجمال. طلعت بقى انا بحط المعجنات على اعلى درجه حراره في الفرن، ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق اعلى درجه حراره عندك في فرنك. بس دلوقتي بقى سقيتها بالشربات اللي احنا مجهزينه برضو مع بعض، اللي هو شربات الحلويات العادي، الحاجات اللي هناك الاوريو والحاجات والقشطه والكريم كراميل ده، عشان دي حاله هينزل لكم ان شاء الله بكره. بس حاله ايه يا خرابي على جماله بجد، انا اشطر كتكوت في الكون. بصوا شكلها اللهم بارك بجد. من عجينه بسيطه طلعنا شكل تحفه تحفه. بصوا شكل الهلال كده، عايزه اقول لكم البنات كانوا فرحانين جدا جدا ان انا عملت لهم هلال رمضان. بصوا ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب ويحسن ما بين ايديكم. انا بحب جدا بحب قعده البيت، بحب فاهمين انا كائن مش هتلاقوني بحب الخروج كتير، لا خالص. انا بحب قعده البيت وان انا اقف اعمل الحاجه في البيت بايدي، لان هم اللي هياكلوها فاعملها لهم بكل حب كده. وببقى في اسعد لحظات حياتي ان انا بياكلوا الحاجه من ايدي. بس كده وعملت لهم بصوا حاجات بسيطه جدا، بس هم الحمد لله الحمد لله كانوا فرحانين، وانا كنت فرحانه اكتر منهم ان هم فرحانين. اعملوا حاجات كده لعيلتكم دايما تبقى ذكريات، فاهمين؟ احنا اللي بنعمل الذكريات عشان دايما يفتكرونا زي ما احنا بنفتكر اهالينا هم كانوا بيعملوا لنا ايه واحنا صغيرين. بس كده هتلاقوني بعمل وصفات كتير في رمضان في البيت يعني وكده، بس علشان زي ما قلت لكم وزي ما انتوا عارفين احنا هنا لوحدينا، فبنحاول احنا اللي نعمل اجواء رمضان في البيت. بنحاول احنا اللي كأننا عيلة كبيرة، احنا عيلة صغنونة بس احنا كأننا عيلة كبيرة، بنعمل بقى حاجات ونعمل كل يوم حاجة مختلفة وجديدة علشان نبقى دايما عايشين بسعادة كده. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويفرحكم ويرزقكم بكل اللي بتتمنوه اكتر ما تتمنوه. مع السلامة.